ما بلاش تغلطوا الغلطة دي. بلاش لو انتوا عرسان جداد تعملوا سرير عادي كده، لان الايام دي غرفة النوم اقل حاجة بتعمل 50,000 جنيه. فالافضل ان احنا نفكر بطريقة مختلفة وعملية اكتر. البالتس دي بتبقى اسعارها يعني بسيطة جدا، وممكن نعمل منها سرير كده وشكله شيك جدا جدا، يعني تحس ان هو شغل اجانب كده. فهو حل هايل جدا وعملي، وكمان شيك قوي قوي. شايفين المنظر بتاعه هايل بجد، وكمان مش هيكلفكوا يعني اقل من 1000 جنيه. فعلا انا شايفة ان هو حل حلو جدا. بس للامانة لما نيجي نشتري البالتس دي لازم ندور على حد موثوق فيه جدا جدا نجيبها منه، يعني عشان ما يكونش فيه سوس الخشب والكلام ده. وكمان لو الدنيا معانا ممكن نصرف اكتر يعني، وعادي ممكن ان احنا نعمله عمولة خشب موسكي يكون حلو قوي. ولو احنا يعني عايزينه كشياكة وكده، لان زي ما انتم شايفين بجد هو شكله جميل جدا جدا. وكمان البالتس دي مش بتعمل سراير بس، احنا ممكن كمان نعمل بيها ركنة، نعمل بيها الاوت دور بتاعنا كله بيها، بيبقى برضو مناسب قوي، ويعني بيديني شكل كده فخم قوي.